طيب يا أعلب، ولا يهمك حبيبي، بارك الله فيك. ايش رايك الحين نتناقش ونسوي مقارنة بين الخوارج، نشوف يعني من اللي أقرب، السنة أم الشيعة؟ أنا موافق إذا أنت يعني ودك ولك خاطر نناقش في ذا الموضوع، أنا حاضر إن شاء الله، بس بشرط إنك الإدارة تنشال منك ونتناقش. إذا حصل مني أي قلة أدب يطردوني على طول، نتكلم لين النهاية. إذا خلصنا النقاش يرجعونك. إذا أنت موافق على ذا الكلام حياك الله. سامعين؟ والله المفروض تخجل من نفسك يا عزيزي، والله العظيم المفروض تخجل من نفسك، لأننا نحن الشيعة نكفر الخوارج علنا، نكفر الخوارج، وأنتم تأخذون دينكم من الخوارج. لا تنسى أن ثقات البخاري أغلبهم من الخوارج، من النواصب، باختصار الموضوع. فأنت المفروض تخجل من نفسك أنك تحاورني حتى في هذا الموضوع، جد والله العظيم. الخوارج كما يعرفهم أئمتكم أنهم فرق من المسلمين، يكفرون إمامهم، يكفرون الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى أنكم لا تطبقون عليهم الحديث الشريف الذي يقول قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كفر مسلما فقد كفر. سبحان الله، يعني تقرون أن الخوارج يكفرون الإمام علي وفي نفس الوقت تسمونهم فرق من المسلمين. أنا موافق يا عزيزي، أنا موافق، لكن بشرط لا تهرب من سؤال، وكل إجاباتك تكون بالدليل. إذا أنت توافق على هذا الشيء نبدأ الآن. ولا يهمك أعذب، أنا موافق على كل الأوامر اللي تمر عليها، أنا حاضر، ما عندك أي مشكلة. بس شرطي هو واحد، شرط واحد: الإدارة تنشال منك لين نهاية النقاش. الإدارة تنشال منك إلى نهاية النقاش. إن شاء الله أنك يعني طلبي بسيط وإن شاء الله تقبل. جميل جدا، جميل جدا. إذا في أدمن يسمعني الآن يشيل المود، إذا في أدمن يسمعني يشيل المود وينظم لي حوار مع هذا الأخ عشان نشوف الفرق بين السنة والشيعة والخوارج، ولا تطلع من الموضوع. أحسنت يا أعذب. إن شاء الله ما نبي حد يتدخل بالموضوع، الموضوع بيني وبينك. إذا شفت مني أي هروب ولا أي شيء تقدر تكلم حد من الإدارة إنه يشيلني، أو أنا بسكت على طول. الحين تفضل، بارك الله فيك. شنو إشكالك؟ شنو موضوعك في البداية؟ وين تحب نبدأ؟ لك المايك. طيب أبدأ أنا ولا تطلع لي على المايك اللي لين أقول لك المايك. أنا أقول الخوارج منكم وفيكم، وهم ثقات البخاري وثقات مسلم. جميل. ويقول أنهم أئمتكم أنهم صادقين، رغم إقرار أئمتكم أنهم يكفرون الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب، إلا أنكم تسمونهم فرق من المسلمين، والصحابة يصلون خلفهم، أي أن سلفكم لم يكفر الخوارج رغم تكفيرهم للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لك المايك. رائد. أنا يعني يا ليت أن ما حد يتدخل بالموضوع، ما نبي تنظيم، وإن شاء الله الأخ أعذب ما يحتاج إلى تنظيم ولا أنا أحتاج إلى تنظيم. اللي يخلص من مايكاته يحط رقم واحد، وغصبا عليه يسمع كلام الثاني لين ما يخلص. ما نبي يعني حد يكون مؤيد لحد، لا أبدا. النقاش بيكون واضح بيني وبين أعذب. بنسوي مقارنة: هل الخوارج هم أقرب إلى السنة أم الشيعة؟ يبدأ هو يطرح عنوانه ويطرح إشكاله من الأساس وبنتكلم. تفضلوا. أحسنت أخوي أعذب. أنا سمعتك تقول أنا بتكلم عن موضوع الخوارج وبشرح موضوع الخوارج من الأساس للنهاية، بس أنا سمعتك تقول أن شيوخنا يقولون أن الخوارج ما كفرهم. أنا أبي أطلب منك، يعني ابن باز كفرهم، ابن تيمية كفرهم، أبي منك شيخ الحين تقول لي من اللي ما كفر الخوارج. تفضل. أنا خلصت مداخلتي وقلت لك المايك. لا تحب أعيد لك، ما عندك مشكلة. الخوارج هم ثقات أئمتكم، أئمة الحديث وثقات الصحابة، وقد صلى الصحابة خلف الخوارج رغم تكفيرهم للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نحن الشيعة نكفر الخوارج علنا لتكفيرهم للإمام علي. أما أنتم فالخوارج ثقاتكم تأخذون منهم الحديث، وهناك أمثلة كثيرة من ثقات البخاري وهم من الخوارج. جميل. أيضا أئمتك يقولون أن الخوارج ثقات وصادقين. أيضا أئمتك يعدون الخوارج فرق من المسلمين، ويقرون أيضا بتكفيرهم للإمام علي بن أبي طالب. لك المايك.
أخي بارك الله فيك أخي الكريم أعذب، الكلام اللي تقوله أن شيوخنا يرجعون لهم وعندهم الخوارج يعني منسب رئيسي وإن إحنا ما كفرناهم، أنا أقول لك من الحين كلامك غلط بارك الله فيك. روي عن ابن ماجه عن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وفي الصحيحين حديث عن يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منها قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فما يحتاج بارك الله فيك، أنا وضحت لك الحين يا أعذب الخوارج هم كفار عند السنة. الحين يا ليت توضح لي تعطيني دليل، يعني شيخ يقول الخوارج لا مو بكفار، شيخ أي شيء يعني يبين أن الخوارج مو بكفار بالنسبة لنا إحنا السنة والشيعة، وبنتكلم إن شاء الله بنسوي مقارنة. كيف تقول إنه كفرهم؟ كيف تقول إنه أئمتكم كفروا الخوارج وهم ثقات البخاري؟ كمثال عمران بن حطان روى عنه البخاري وهو من ثقات البخاري وهو من الخوارج، دحيم الشامي وهو من ثقات البخاري وهو من الخوارج، فكيف تقول أنه أئمتكم يكفرونهم وهم من ثقات أئمة الحديث عندكم؟ هذه أول نقطة. جميل، أعطيتك أسماء وهم من ثقات البخاري وهم من الخوارج. جميل، هذه أول نقطة. الآن أعرض لك دليل قول أحد أئمتكم كبار أئمتكم، جميل، بأنه الخوارج فرق من المسلمين حسب تعريفه الخاص. لا تطلع على المايك وأنا على المايك. زين يا أخي أنا بنتظرك إن شاء الله ما عندك أي مشكلة، لكن أنا بتكلم عن قول الأئمة عند المسلمين السنة إنه يعني أخذوا بالحديث. طبعا عمران بن حطان بصريون، وعمران هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية بل هو رئيسهم وشاعرهم، وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة، وأبوه حطان بكسر المهلة بعدها طه مهملة ثقيلة، وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صامد اللهجة متدنيا. وقد قيل أن عمران تاب من بعدته وهو بعيد، وقيل أن يحيى بن أبي كثير حمله عن قبله أن يبتدع، فإن كان تزوج امرأة من أقاربه تعتقد رأي الخوارج لينقلها عن معتقداتها فنقلته إلى معتقدها، وليس له في البخاري سوى هذا الموضوع حديثين فقط. بعد شنو عندك من إشكال ثاني؟ هذا أحد أئمتكم يقر بأنهم مسلمين لديكم، وقد أعطيتك أمثلة أسماء من ثقات البخاري وهم من الخوارج، وتفضل لك المايك وأتني بدليل تكفيركم للخوارج. طبعا الخوارج هم فرق من المسلمين، كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان ولا أئمة في كل زمان، هذول هم الخوارج بارك الله فيك. لكن أنت للحين يا أخوي الغالي ما جبت لي يعني أحد من السنة أو من أئمة المسلمين يعني يرجع لهم ومؤيد لهم الخوارج وما يكفر الخوارج. تفضل. وبعدين كلامك حلو، ترى الكلام اللي بالصورة كلام جميل جدا جدا. أنا للحين يعني شفت لو لاحظت وقريت الكلام ما في أي مشكلة بالكلام ولا في أي دليل على أن إحنا المسلمين السنة نتبع أو أن عندنا مراجع أو أن عندنا يعني أن الخوارج مش كفار طالما أنهم سووا اللي سووه. هذول هم الخوارج، وشرحت لك حديثين وذكرت لك أكثر من شيخ، وين الأئمة اللي عندنا اللي يتبعوهم؟ تفضل. حبيبي حشرت نفسك بنفسك، أقريت أنه البخاري يأخذ من عمران بن حطان الخارجي، وأقريت أنهم ثقاتكم يا عزيزي، وأقريت أنهم بتعريف ابن حزم هذا العالم الجاهل بتعريفه للخوارج، سبحان الله، وأقريت أنهم فرق من المسلمين، علما أننا الشيعة نكفر الخوارج شكلا وموضوعا. جميل، شكلا وموضوعا.
يكفرون الإمام علي بن أبي طالب لا تطبقون عليهم السنة، ما نحن نطبق عليهم سنة رسول الله، من كفر مسلما فقد كفر. جميل. فالآن أنت أقريت بقربهم منكم وأنهم ثقات لدى أئمتكم، أنت أقريت بهذا الشيء قبل أحط مكانك باقي الأدلة. الآن أنت تقول أن أئمتكم يقولون أنهم كفار، وأثبتنا عكس ذلك، لقد كذبت أو أنك جاهل في هذا الأمر، لأن أئمتكم أقروا بأنهم مسلمين، وإن كانوا كفار فلماذا البخاري يأخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار وهم ثقاته؟ شفت كيف ورطت نفسك بنفسك. أيضا ما رأيك يا عزيزي، وهذه هنا الطامة الكبرى، ما رأيك بأن الصحابة كانوا يصلون خلف الخوارج؟ فإذا كان الخوارج لديكم كفار، لماذا الصحابة يصلون خلف الخوارج؟ وتفضل لك المايك. أحسنت، أنا ورطت نفسي بنفسي. أوكي، ما عندك مشكلة، لكن أنت يعني ما شاء الله عليك ما خذيت الكلمة إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع، إذا كان صامد اللهجة متدينا. أما بالنسبة أنه يعني ثقة عندنا وعند الأحاديث عند البخاري أنه ثقة، يلا عطني دليل أن الشخص هذا ثقة، عطني دليل أن الشخص هذا ثقة عند البخاري، عند مسلم، عند أي واحد، ما عندك أي مشكلة. تفضل حبيبي. وبنوصل بالنهاية يعني بعد ما توضح كل إشكالك في الأحاديث، نوصل للنهاية مقارنة بين السنة والشيعة والخوارج، ونشوف من اللي أقرب. تفضل. الظاهر أنك جديد أنت بالحوارات، صيغت الأسئلة قطيت على جنب، قطيت الأسئلة على جنب وقلت لي تفضل. يلا أكرر لك يا عزيزي، إذا كان السلفية يكفرون الخوارج، جميل، والسلفية يتبعون الصحابة، والصحابة كانوا يصلون خلف الخوارج، فهل الصحابة كانوا يصلون خلف الكفار؟ أجبني يا عزيزي، تفضل لك المايك. إذا كان الخوارج كفار كما تدعي أنت، وأثبتنا أن أئمتك يقولون أنهم مسلمين وأنهم ثقات يؤخذ منهم الحديث رغم أنك تقول كفار، فهل الكفار ثقات يؤخذ منهم الحديث أيضا؟ هل الكفار يصلى خلفهم؟ هل الصحابة صلوا خلف الخوارج الكفار؟ تفضل يا عزيزي. أحسنت عذب. الحين يا ليت بس تطرح الحديث ونفسر ونشوف. اطرح لي الحديث ولا عليك أمر أن الصحابة صلوا خلف الخوارج. حبيبي في ذمتك مو عارف تفرق بين الحديث وبين الرواية وجاي تحاور؟ ثواني نزلها لك، ثواني. أتمنى أنه ما يلي يكون خفيف عليك، الصدمة تكون خفيفة عليك وأنت استعد للصدمة وفضح كذبك، تقول أجل تكفرون الخوارج أنتم، ها؟ طيب ماشي يا بني أدمين، قلت لك لن ينفعك جوجل. اقرأ ما يلي في كتاب منهاج السنة اللانبوية لابن تيمية، ها؟ شيخكم، اقرأ ما يلي. يقول ابن تيمية مما يدل على أن الصحابة لم يكونوا يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفه، منه نجدة مين هذا؟ أحد الخوارج. إذن الآن أنت محاصر، أئمتك الكبار لا يقولون أن الخوارج كفار. أظن أي مقارنة أنت راح تسويها؟ المقارنة واضحة وصريحة الآن يا عزيزي، الشيعة يكفرون الخوارج، الخوارج بالنسبة لكم ثقات وبالنسبة لهم أنتم ثقات، هم بالنسبة لكم مسلمين وأنتم بالنسبة لهم مسلمين. الآن وضحت المقارنة، فأنت على أي أساس بتسوي مقارنة بين الشيعة وبين الخوارج وبين السلفية؟ أحسنت. أوكي والله يعني أنا اطلعت على الصفحة والكلام، أظنها صفحة 247 من كتاب منهاج السنة. يا ليت بس تكمل وتصور لي آخر شيء وش مكتوب فيه عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى تتضح الفكرة للناس. اكتب لنا ابن تيمية إيش قال من أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الخوارج.
يا ليت تطرحها لنا الحين تصورها. تفضل. أنت إذا عندك أمر أو حديث للرسول عن الخوارج اطرحه، ما يمنع، بس هذا تدري إيش معناه؟ معناها أنه أئمتك خالفوا رسول الله باعترافك شخصيا، مو معناه شيء ثاني ترى، ها؟ لأنه الآن إذا أنت تطرح شيء لرسول الله يخالف أئمتك، أنت فضحت أئمتك بنفسك. هذا الواقع، هذا الواقع. عشان كذا أنا قلت لك أنت حشرت نفسك بنفسك. أنا بكمل الكلام اللي وارد عندك في منهاج السنة. في الكلام اللي ما صورته تحت اللي قاله ابن تيمية، هذا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم، ولم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم، وكانوا متدينين إلا بلا بلا بلا. صور لي ذا الكلام بارك الله فيك، خلي الفكرة تبين للجميع، يبين للجميع الحق، انك تاخذ اول سطرين وتترك اخر سطرين. يا ليت تصور لي اياه اذا ما عندك اي مشكله بارك الله فيك. أروع كلام كان كلامك يا عزيزي. أنت أثبتت أنه أئمتك بالصحابة اللي كانوا يصلون خلف الخوارج ولم يقاتلوهم كلهم خالفوا رسول الله. هذا شيء رائع جدا يا عزيزي. الآن كيف تعمل مقارنة بين الشيعة الذين يكفرون الخوارج وبينكم أنتم الذين تثقون بالخوارج ثقة عمياء وتنقلون عنهم الحديث، وأسلافكم أو ما يسمى بسلفكم الصالح كما تسمونه كانوا يصلون خلف الخوارج. جميل. فأنت أنا مقارنة قاعد تتكلم يا عزيزي. الموضوع واضح للجميع، واضح للجميع. الشيعة يكفرون الخوارج، أما أنتم فلا تكفرون الخوارج ولا يكفرونكم، وهذا ما وضح للجميع، يعني أنه أنتم لا فرق بينكم وبين الخوارج. فمن الآخر اللي قاعدين يسمونهم خوارج، الإرهابيين اللي قاعدين يسمونهم خوارج ليسوا إلا من أبناء السلفية لا أكثر ولا أقل. أظن أن بكذا انتهى الحوار والله العظيم. أحسنت أعذب. أوكي، هم من أبناء السلفية، بس ممكن تصور آخر سطرين أو السطر اللي أنا تكلمت فيه. بارك الله فيك. شوف حبيبي، أنا بيوضح لك شيء، مهما تناقشنا مهما كنا ضد بعض لا تقعد تاخذ سطرين من الكتاب وتترك آخر سطرين. أطلبك الحين طلب عشان نكمل النقاش، صور لي السطرين اللي تحت اللي هو هذا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة. تصور لي اياهم بارك الله فيك ونتكلم نوضح لك الفكرة كلها، ما عندك مشكلة. أنت تقول قدامك اللي هو منهاج السنة النبوية وقاعد تقرأ منها، اقرأ يا عزيزي اقرأ، صور اللي عندك أنت ونزل، أنا ما عندي مشكلة جد والله العظيم. صور اللي عندك ونزل. أنا أكرر لك سؤالي، هل الخوارج مسلمين كما يقول أئمتك وعلمائك والصحابة أم كفار كما تقول أنت؟ بس أنا أول شيء ما قلت لك الكتاب موجود قدامي، لا والله ما قلت لك الكتاب موجود قدامي، قلت لك ذكرت لك الصفحة وذكرت لك اسم الكتاب، ما فيها مشكلة. أما الحين يعني أنت ذكرت سطرين أخوي الغالي أعذب، أنت ذكرت سطرين ما عندي مشكلة، ما رديت عليك فيهم ولا شيء. أنا أتمنى منك بس تطرح آخر سطرين، الكتاب مو موجود عندي، أتمنى منك تصور لي الكلام الذي فيه النص هذا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة. لاحظ كلمة قتالهم في الأحاديث الصحيحة وما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المسلم لا يقتل أخيه المسلم. الحين عموما بس يا ليت تصور لي ذا الكلام اللي أنا ذكرت لك إياه. تفضل بارك الله فيك حتى نكمل النقاش ويكون حلو وطيب بيننا. تفضل حبيبي. حتى أنا الكتاب مو موجود عندي حاليا أبدا مو موجود عندي. أنا في مكان العمل والكتاب في البيت. جميل. لكن أنا أقر بالسطرين اللي أنت تبغاهم، وأنه الرسول أمر بقتالهم، وهذا يعني أنه الصحابة والأئمة حقينكم خالفوا رسول الله. جميل. أنا لا أنكر ما أنه الرسول أمر بقتالهم أبدا. كلامك صحيح 100%، كلامك صحيح 100%، وكلامك
ضدك لأنه يثبت أنه الصحابة وأئمتكم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وارجع أكرر لك، هل الخوارج مسلمين كما يقول الصحابة وكما يقول كبار أئمتكم، أم أنهم كفار كما تقول أنت؟ أتمنى الإجابة. ما عليه، اعذروا اعذب يا جماعة، أنا بجاوبك يا أعذب بالسطرين اللي أنت ما جاوبتهم، وتقول كبار علماءكم يقولون إنه مو كفار. لا يا حبيبي، أنت الحين دخلت في موضوع ابن تيمية، خلني أنا بشرح السطرين اللي تحت اللي أنت ما قريتهم وبقولهم مرة ثانية وبأذكر لك رأي كبار علماء السنة وبتعرف بعدين. أوكي؟ طبعا ورد في الكتاب منهاج السنة لابن تيمية، هذا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شر على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك العظمى جدا. ومع هذا شوف بعد في نص الكتاب، ومع هذا فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة. هذا رأي ابن تيمية. يعني أنا وضحت لك ابن تيمية، أنت الحين بوريك أنا كبار العلماء حقنا اللي تقول إنهم مؤيدين لهم. ابن تيمية من كبار العلماء عند المسلمين، يقول إيش؟ أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقتالهم. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بقتال أخيه المسلم؟ هذا شيء، وهذا رأي ابن تيمية وضح وبان. تحب أزيد أشرح لك أوريك علماءنا شو يقولون؟ حاضر. وقال ابن قدامة في المغني صفحة 106: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثير من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم، وهذا قول أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. وقال الخطابي بعد فيما نقله عن الحافظ ابن حجر: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. هذا الرأي قال الخطابي، لكن بتكفيرهم للصحابة يكفرون. وكما ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي فقال الحافظ: وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام، ولقوله: لا يقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ ثمود، وكل منهما إنما هلك بالكفر، وبقوله: هم شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله: أنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى، ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا هم أحق بالاسم اللي هو الكفر. هذا رأي العلماء، وبأزيد أشرح بارك الله فيك. لا ما عليك، أنا خذيت هذا الكلام كله بنقطة واحدة اللي هي رأي العلماء أو علماء السنة عن الخوارج. بس إذا بتسمح لي أنا بلخص شيء بوضح للجميع. بس إذا أنت ما عندك مانع يا ليت تقول لي إذا أنت عندك مانع ولا لا، عشان أنا أزيد أوضح أكثر. بس متورط أنت يا عزيزي، والله متورط، صعب عليك. أنت قلت إيش؟ قلت أنه الصحابة والتابعين لم يكفروهم. جميل، لم يكفروهم وكانوا يصلون خلفهم. جميل، هذه أول نقطة. أبو حنيفة والشافعي يسمونهم بغاة ولم يقولوا أنهم كفار، وهذه ثاني نقطة. إن كفرهم البعض منكم
فالبعض الآخر لا يستطيع تكفيرهم لأنهم ثقاتكم ينقل عنهم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهل تنقلون سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الكفار؟ هنا المشكلة. هل الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف الخوارج الكفار؟ هنا المشكلة. فإن أنت قلت كفار مصيبة، لأن الصحابة كانوا يصلون خلفهم وأنتم تأخذون السنة منهم. وإن قلت أنهم مسلمين فقد خالفتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أنت تقول أن الصحابة والتابعين لم يكفروهم، وتقول أن أبو حنيفة والشافعي سموهم بقات وليسوا كفار. إذن أنت تقر أنه أئمتك فعلا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى ابن حزم الظاهري الذي سماهم فرق من المسلمين. فوالله جد 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 أنت عن أي مقارنة تتكلم بين الشيعة وبين الخوارج وبين السنة. اتضح أنهم منكم وفيكم يا عزيزي، هم منكم وفيكم، ودليل ثقات البخاري ومسلم. ولا تقول أن الخوارج كفار، إذن أنتم تنقلون السنة عن الكفار. أنتم تنقلون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكفار. أرجع وأقول لك، هل الصحابة صلوا خلف الخوارج الكفار؟ وهل البخاري نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار؟ تفضل لك المايك. الخوارج والشيعة كلهم يكفرون. بالنسبة لرأي بعض العلماء، يعني إذا قالوا أن الخوارج ليسوا كفار، هذا اجتهادهم حبيبي، هذا اجتهادهم، ما عندنا مشكلة فيه. لكن أنا بقول لك شيء، أنا بالنسبة لي، أنا لو يعني أنا شوف، أنا أكفر الخوارج وما أبي أكفر الشيعة أو الروافض. شوف يعني أنا بقول لك ليش. يعني بعطيك عدة أمثلة موجودة عند الخوارج وعند الشيعة، وقل لي أنتم تستحقون التكفير مثل ما الخوارج يستحقون التكفير ولا لا؟ الخوارج يكفرون بعض الصحابة كعلي وعثمان ومعاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وأصحاب الجمل وصفين، ويسبون بعض السلف ويلمزونهم. وأما الشيعة فيكفرون سائر الصحابة ولا يستثنون إلا نفرا قليلا، ويسبون كل السلف أئمة الدين فضلا عن سائر أهل السنة. هذه نقطة. الخوارج والشيعة كلهم يكفرون المسلمين الذين يخالفونهم، وإن اختلفت أصول التكفير وأسبابها عند كل فرقة. فالخوارج كفروا بعض الصحابة بسبب التحكيم عمله أو إقراره، وكفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين، وكفروا كل من خالفهم ولم ينضم لمعسكرهم على اختلاف بينهم في درجة الكفر. وأما الرافضة فكما كفروا سائر الصحابة وزعموا أنهم مرتدين إلا نفرا قليلا لا يتجاوز 7 عند بعضهم، فقد كفروا سائر أئمة المسلمين وعامتهم. نقول لك بعد نقطة ثالثة اللي هي قلة العلم الشرعي وضعف الفقه في الدين. أما الخوارج فكانت السمة الغالبة فيهم الاغترار بالعلم القليل، وليس لهم جلد على طلب العلم والرسوخ فيه. وأما الشيعة فلا يطلبون العلم على أهله ولا يأخذونه عن أئمة السنة. وفي عندي بعد عدة مقارنات. الحين من خلال هذا الكلام أخوي يعلب، يعني قل لي أنتم تستحقون كلمة كافرين مثل ما الخوارج يستحقوها أم لا؟ أما بالنسبة لسؤالك اللي ذكرته أنا شرحته فوق وقلت لك نعم الصحابة صلوا خلف الخوارج ما كانوا يكفرونهم، وشرحت لك وذكرت لك عدة يعني آراء العلماء، علماء السنة اللي كنت يعني تقول لا أنت خالف آرائهم، ما عندك مشكلة. الحين بناء على الكلام اللي أنا ذكرته، هل الشيعة يستحقون التكفير مثل ما الخوارج يستحقوه؟ تفضل. أولا الشيعة لا يكفرون لا الصحابة ولا المسلمين. جميل. ثانيا أنا تبقاني أسوي لك مقارنة بينكم وبين الخوارج قد تبكي منها. أولا السلفية والخوارج مجسمة، والشيعة يتبرؤون من المجسمة. إيش رأيك؟ هذه أول نقطة. ثانيا مصدر السنة لديكم واحد. إيش رأيك؟
فيعني سبحان الله لا يوجد مقارنة بينكم وبين الخوارج، لأنكم واحد بالأساس، لأنكم واحد، منبعكم واحد، نفس المنبع الذي قال عندنا كتاب الله حسبنا، والخوارج يقولون لا علي ولا محمد، حسبنا كتاب الله. عرفت كيف؟ أما بالنسبة لتكفيرك أو تكفير غيرك لا يهمنا يا عزيزي. فعلا نحن نكفر بعقيدتكم، نكفر بربكم المجسم، نكفر بكفركم بآل البيت، نكفر بكفركم بسنة رسول الله، نكفر بترضيكم على أعداء الله وأعداء الرسول. فلا يهمنا كلمة كافر منكم أبدا أبدا، لا تهمنا، نعرف أنفسنا جيدا. أحسنت أعذب حبيبي. شفت يا حبيبي بارك الله فيك، يوم أنك تقول لا وأنت عانت كبار العلماء، أنا أقول لك أنا شوف أنا أكفر الخوارج، نعم أكفر الخوارج، لكن ما أكفر الشيعة، رغم أنكم تسبون أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، لكن ما أكفركم. مع هذا أكفر الخوارج، وذكرت لك عدة أمثلة موجودة عند الخوارج وعند الشيعة الروافض. فإذا بيستحقوا الخوارج الكفر، أنا المفروض أني أكفركم، صح ولا لا؟ المفروض أني أكفركم. تفضل حبيبي لك المايك الحين إذا عندك أي إشكال ثاني. إذا الخوارج ما تشوف أن المقارنة عادلة بين الخوارج والشيعة، وذكرت لك أكثر من 4 نقاط، وأنت ذاكر لي نقطتين حلوين أوكي وشيء حلو أما التجسيم هذا موضوع كبير، والتشديد موضوع كبير كبير كبير. تفضل حبيبي. أظن انتهى الموضوع. أثبتنا أن الخوارج هم ثقات أئمة السلفية. جميل. أثبتنا أن منبعهم واحد وعقيدتهم واحدة. أثبتنا أنهم لا يكفرون بعضهم البعض كما يكفرون سائر المسلمين، والحمد لله. أحسنت أعذب، تقدروا ترجعوا له الإدارة، ما عندكم مشكلة. وحطت لك كل شيء ذكرته، وذكرت لك فساد الاعتقاد في الصحابة عندكم، ترك العمل بالحديث وآثار السلف، مجانبة السنة والخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم، وذكرت لك قلة العلم الشرعي وضعف الفقه في الدين، وذكرت لك الجهل وقصر النظر عندكم. بس لا أوكل أمركم لله تعالى. أنا كفرت الخوارج، لكن مع هذا ما راح أكفر الشيعة، مع هذا ما راح أكفر الشيعة. شرفت فيك، إن شاء الله نتقابل مرة ثانية. نصبت العداء هذه والله كلمة حلوة عجبتني، لأن إحنا السنة ننصب العداء لكم. أقول لك ما كفرتكم، أنا ما كفرتكم، وكفرت الخوارج، مع أن الخيانة والغدر والكيد الخفي هي من سمات الشيعة ومن سمات الخوارج والله. وذكرت لك 5 أشياء موجودة في عقائد الشيعة والخوارج. ما في مشكلة حبيبي، ما في مشكلة. أنصحك تقارن بين الشيعة والسنة والخوارج، وتشوف من اللي أقرب بيننا للخوارج. حبيبي ليش ما تقول إنه اثنينكم أنتم والخوارج تنصبون العداء لأهل البيت؟ شيء مشترك، ولا تقول لي ما في هذه الحاجة. كل اللي في الروم شافوها هنا، كلنا شفناها في حياتنا، وشفنا الناس اللي تسب وتلعن أهل البيت علنا، وهم منكم وفيكم. جميل. فلا تقول لي الصحابة، أنا أقول أقارنكم أجل اثنينكم في نصبكم العداء لأهل البيت. جميل. اثنينكم أنتم والخوارج في الانتقاص من الله ومن رسوله بتجسيم الله، والقول بنزوله، والقول بالإساءات إلى رسول الله، كالقول أنه مسحور، والقول أنه حاول الانتحار، وإلى آخره. جميل. وأنا لو تبيني أذكر لك 40 حاجة بينكم وبين الخوارج الآن أسردها لك، من تجسيم الله، من الانتقاص بالرسول، من مصدر السنة الواحد، من عدم التكفير المشترك بينكم، من إيش تبغى، من الصلاة الصحابة اللي هم أسلفتكم الصالح خلف الخوارج، من نصبكم العداء لآل البيت.
فحاجات المشتركة بينكم وبين الخوارج أكثر بكثير من الحاجات المشتركة بين الخوارج والشيعة، فهم أقرب لكم يا عزيزي. أنا والله في هذا الزمن شوف اللي هنا نتكلم فيه أضحك لما يقولون لي فلان خارجي، لأن أدري أنه ما في شيء اسمه خارجي، كلهم سلفيين، كلهم سلفيين. هذول اللي يسمونهم داعش يتبعون نفس المصدر، من علمائهم، من أئمتهم، نفس الأئمة، نفس العلماء، ما في شيء ثاني، مو هو بإمام ثاني ولا هو بعقيدة ثانية، نفس العقيدة، نفس كل شيء، مو بخوارج ولا شيء. إذا كانوا هذول خوارج فاللي هنا خوارج، كلكم خوارج يا سلفي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صباح الخير، تحياتي للموجودين. شكرا. يشرك بالصحابة ليش هم إله هم ولا هم أرباب ولا هم إيش بالضبط عشان يشرك فيهم يا عزيزي؟ اسكت يا عزيزي، روح نام تغطى زين.